قبل ما نبدأ فيديو النهاردة تعالوا نصلي على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس آجلا. وما تنسوش تدعوا لإخواتنا في سوريا ربنا يا رب يرزقهم الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا مع بعض كده نشوف الفكرة الجامدة دي، والنهاردة بإذن الله هقول لكم على حيلة وفكرة ممتازة جدا جدا هتستفادوا بيها إن شاء الله، وهتدعوا لي دعوة حلوة ده أنا متأكد منه، وبعد كده تنفذوها وتقولوا رأيكم إيه. طبعا احنا شايفينه ده يا جماعة، دي بالونة منفوخة، وبعد كده حطيت شوية جبس في ازازة مية، وبعد كده ابتديت ان انا احط الجبس بنفس الطريقة دي، وابتديت ان انا احركه واحدة واحدة لحد ما ينشف ويثبت ويبقى تمام التمام. سبته حوالي ربع ساعة نص ساعة، وبعد كده ابتديت ان انا افكه واحدة واحدة. طبعا مهم جدا لو بتعمل حاجة زي كده تبدأ ان انت تفكها بالراحة بمشرط زي ده كده، علشان ما تجرحش الشكل من بره، علشان بعد كده ما يبقاش فيه اي ديفوهات او في اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين هي طلعت جزئين، يعني طلعت حتتين، وده انا محتاجه في الفكرة دي. واللي محتاج ان هو يعمل الشكل ده صح بيطلع معاه سليم، يسيب لي كومنت وابعت له الطريقة. انا كنت عملتها من فترة على القناة، وطبعا طلعت ناجحة بنسبة 100%. بعد كده طبعا يا جماعة ببدأ ان انا ادي لها طبقة من الجبس من الداخل، ادي لها طبقة واتنين وتلاتة واربعة مفيش مشكلة، بحيث ان انا اعمل بس سمك كويس علشان تكون ماسكة نفسها وتكون تمام التمام. مهم جدا لو بتعملوا فكرة زي دي تتأكدوا ان الجبس مش مركون بقاله فترة والنوعية بتاعته كويسة، لان الجبس انواع، في نوعية اللي هي بتشك بسرعة او بتنشف بسرعة، في نوعية تانية بتغيب، فتجيبوا اللي هي بتنشف بسرعة علشان تمسك معاكم بسهولة وما يحصلش فيها اي تشققات. بعد كده ببدأ ان انا اديله كمان طبقة تانية، ولكن قبل ما اديله الطبقة التانية يا جماعة باجي هنا وابدأ اعمل التشريحات البسيطة دي. وهنا دي خطوة مهمة جدا، لأن أنا بعمل طبقات على بعضها، فلازم الطبقات تكون ماسكة على بعضها. فبالتالي لما بعمل التشققات أو بعمل الشروخات اللي زي دي، الأسماء الجبس اللي بحطه بيدخل جوه وبيبدأ إن هو يمسك كله ببعضه، مش بيعمل طبقات عازلة. يعني الطبقات مش بتكون معزولة، لا بالعكس، الطبقات بتكون داخلة ببعضها بشكل كويس، وبتكون ماسكة كويس جدا جدا. بعد كده بديلها الطبقة، ومهم جدا ان انا بقلب كويس علشان الجزء اللي في الداخل كله ياخد، وما يبقاش في حتة مثلا ضعيفة وحتة فيها سمك كبير، فبالتالي الشغل معايا يبقى مش مظبوط. المهم بعد ما بخلص بسيبها تنشف براحتها، وبجيب شوية بنزين 92، وبعد كده بجيب معايا الفلين الأبيض، بحط شوية فلين في البنزين 92، وبعد كده بجيب معايا اللي هو بودرة الذهبي. بودرة الذهبي دي طبعا موجودة عند الموان، بجيب مثلا تمن ولا حاجة بركنه عندي بشتغل بيه. وبعد كده باخد معلقة واحدة بحطها على الكمية اللي احنا شايفينها دي او نص معلقة، وبسيبها 3 ايام، وبعد كده ببدأ ان انا استخدمها. طبعا بحطها في اي حاجة من الازاز، علشان خاطر ما ينفعش احطها في بلاستيك، لان ده بنزين لو حطيته في بلاستيك مع الوقت ممكن يحصل مشكلة. مهم جدا المادة تحطوها في ازاز وتقفلوا البرطمان كويس او الحاجة اللي انتوا هتخزنوا فيها. المادة دي ممكن تغيب معاك من 3 شهور لأربع أو 5 شهور، أهم حاجة تكون مغلقة كويس ومش بيدخل لها أي هواء. بعد كده ببدأ إن أنا أدهن، مفترض إن أنا أدهن وش واحد. لو حابب إن أنا أدهن وشين مفيش مشكلة، بس يبدأ ينشف خالص براحته، وبدهن الوش التاني. الميزة هنا يا جماعة إن أنت مش بتحتاج ورنيش، لأن أصلا المادة بتكون بتلمع، وكمان طبعا مستحيل ان هي تتجرح او ان هي تطلع في الايد او الكلام ده كله، لان مادة البوليسترين لما بضيف لها بودرة ايا كانت البودرة بتمسك بشكل قوي جدا جدا. وطبعا احنا اتكلمنا عنها باستفاضة في فيديوهات قبل كده. الفكرة ممتازة وجميلة، اتمنى ان انتوا تجربوها. وده الشكل النهائي، ممكن تعمل بيها اي حاجة، ولكن انا هنا بالنسبة لي المضمون اللي هي المادة اللي احنا عملناها مادة البوليسترين، وحطيت عليها بودرة الذهبي. ان شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ومستني رأيكم ودعوة حلوة في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.